بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم حينما أمر الله عز وجل الملائكة ببناء الكعبة أمرهم أن يجمعوا تراب الكعبة من 5 جبال، وجعل لكل جبل منهم كرامة. الجبل الأول وهو جبل طور زيتا وخرجت منه ناقة صالح، والجبل الثاني وهو جبل الجودي وعليه رست سفينة نوح، والجبل الثالث وهو جبل الطور وعليه كلم الله موسى تكليما، والجبل الرابع وهو جبل عرفات وعليه عرف آدم حواء، والجبل الخامس وهو جبل ثور وعليه فضى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، وعليه نزل الوحي على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها، فمن اصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن اخوتنا اخوة الايمان والاسلام في هذه الايام المباركة نتنسم عبير افضل ايام الدنيا، وهي العشر الاول من ذي الحجة، والتي اقسم بها الله عز وجل في كتابه الكريم قائلا: والفجر وليال عشر. وبها يؤدي المسلمون الركن الأعظم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، وبها يوم عرفات. اللهم يا رب العالمين اكتب لنا يا رب جميعا حج بيتك الحرام هذا العام يا رب العالمين، واكتب لنا يا رب وقوفا بعرفات الله سائلين الله عز وجل أن يغفر لنا كل شيء ولا يحاسبنا عن شيء ولا يسألنا عن شيء ولا يحرمنا من شيء. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ببركة أفضل أيام الدنيا والتي نتنسم عبيرها يا رب العالمين في هذه الأيام المباركة، الأيام التي يستعد فيها حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام. اللهم يا رب العالمين اجعل هذه الليلة أسعد ليالي الفقيد الراحل في قبره يا رب العالمين، واجعل القرآن الذي يتلى في هذه الليلة نورا يتقاطر على روح الفقيد الراحل يا رب العالمين. يا رب حجاج بيت الله الحرام يستعدون لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، ليعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. يا رب العالمين اجعل هذه الليلة أسعد ليالي الفقيد الراحل يا رب العالمين. يا رب كما تغسل حجاج بيتك الحرام من الذنوب
وتغفر لهم الذنوب يا رب العالمين. اغفر للفقيد الراحل يا رب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. يا رب اغفر له وارحمه يا رب العالمين. يا رب اجعله يا رب العالمين يصطحب أبويه إلى الجنة يا رب العالمين ببركة هذه الأيام المباركة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. فهيا بنا لنعود إلى دستور الأمة، القرآن الكريم. فباسم الأسرة الكريمة، أسرة المرحوم الدكتور محمد عباس شحاتة، باسم والده الحاج عباس عبد العاطي شحاتة، وباسم شقيقه الدكتور احمد عباس شحاتة، وباسم عمه الحاج علي شحاتة، والمرحوم السيد شحاتة، والحاج عاطف شحاتة، وباسم العمدة الحاج يسري محمود عمدة المسلمية، والمستشار مجدي المظلوم، الذين يتقدمون بخالص الشكر الى كل من وطأت قدماه هذا المكان، والى صاحب الواجب دائما وصاحب الفضل دائما، سيادة النائب شيخ نواب محافظة الشرقية، نائب الشعب المحبوب، سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة شيخ نواب محافظة الشرقية، والنائب الدائم بإذن الله بمجلس النواب، ولا نزكيه على الله، فهو دائما صاحب واجب وصاحب فضل، شيخ نواب محافظة الشرقية سيادة النائب المحبوب الحاج لطفي شحاتة شيخ نواب محافظة الشرقية، وعضو مجلس النواب الدائم به بإذن الله، والذي أتى ليؤدي واجب العزاء إلى عائلات المسلمية عامة وإلى آل شحاتة خاصة. فباسم سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة عن آل شحاتة بتل حوين وبنشمل يؤدي واجب العزاء إلى آل شحاتة بالمسلمية وإلى جميع عائلات المسلمية جميعا. فباسم جميع عائلات المسلمية نشكر سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة شيخ نواب محافظة الشرقية، وإلى كل من وطأت قدماه هذا المكان شكر الله مسعاكم جميعا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. فهيا بنا لنعيش مع دستور الامة، القرآن الكريم وآيات الله البينات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بالملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. يتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
فيغفر لمن يشاء
الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليها
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لنا
واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف
أشرف احفظك. بسم الله الرحمن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الله لا يخفى                                                                                                                        لا يخفى عليه شيء
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء
وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبدي محمد شنب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات من تقرر الإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزقة مركز هي بمحافظة الشرقية. مخازن الفراشة الكبرى فراشة العسكري إدارة المعلم رضا العسكري بكفر عجيبة. الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار ومحطات الديزل الضخمة العالمية المهندس محمود نبيل المسلمية. خدمة الضيافة المميزة وفيها الياسمين المتر محمود أبو السيد أبو سيدنا الأسدية. خدمة النت العالمية أشرف المهداوي باسم أسرة الفقيد الراحل وجميع عائلات المسلمية يشكرون صاحب الواجب شيخ نواب محافظة الشرقية
سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة نائب الشعب المحبوب وشيخ نواب محافظة الشرقية وصاحب الواجب والفضل في دائما سيادة النائب الحاج لطفي شحاتة عضو مجلس النواب والذي أتى ليؤدي واجب العزاء إلى عائلات شحاتة خاصة وإلى عائلات المسلمية عامة وإلى أصحاب الواجب في كل مكان. الحاج كرم أبو رفاعي عائلات أبو رفاعي الأعلام، معالي المستشار مصطفى عاشور، معالي المستشار مصطفى البحطيطي نقيب محامين شمال الشرقية، وإلى الوالد الكريم الحاج عزت عبد الرحمن، وإلى الأستاذ طارق البشير، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء باسم جميع آل شحاتة وباسم أسرة المرحوم الدكتور محمد عباس شحاتة وباسم الحاج عباس عبد العاطي شحاتة والد الفقيد الراحل، وباسم شقيق الفقيد الراحل الدكتور احمد عباس شحاتة، وباسم عمه الحاج علي شحاتة والحاج عاطف شحاتة والمرحوم السيد شحاتة، وباسم المستشار مجدي المظلوم، وباسم عمدة المسلمية العمدة الحاج يسري محمود المسلمي الذين يتقدمون جميعا بخالص الشكر الى كل من وطأت قدماه هذا المكان ليؤدي واجب العزاء، والى الاستاذ فؤاد المعمري وكل من جاء الى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء. شكر الله مسعاكم جميعا.